السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة يومك مع مروة احلى. ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطير الشرقي زي ما انتوا شايفينه بالطريقة دي. ما شاء الله الفطير ده طعمه خيال وجميل جدا، وعملناه بكل سهولة وكل بساطة، وما خدش مننا وقت خالص. ما شاء الله الفطير يعني كفاية بس ان انت تاكليه على عسل وطحينة كده. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف هنعمل مع بعض الفطير الجميل ده ازاي. انا كده عندي اول حاجة الدقيق، طبعا انا نخلاه كويس جدا. الدقيق دوت يعني زي 2 كيلو ونص كده من الدقيق زي ما انتوا شايفينهم كده. بعد كده بقى نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من الملح ومعلقتين كبار من السكر. ده كل اللي احنا هنحطه على الفطير بالطريقة دي. والمية، ولا بنحط خميرة ولا بنحط بودر ولا اي حاجة خالص، هو ده الفطير اللي احنا دايما بنعمله على طول. وطبعا المية من الحنفية، لان الجو حر وما بنحطش مية دافية ولا حاجة. المية الدافية دي بنحطها في الشتاء. اهو زي ما انتوا شايفين حطيت الملح والسكر على الدقيق وقلبته مع بعض، وبعد كده بقى هنزل عليهم شوية بشوية من المية لغاية لما العجينة تتماسك معايا. اهو زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، وهبتدي بقى ان انا اعجن فيه كويس جدا. هقلب فيه لغاية لما الدقيق دي يختفي معايا تماما وتبقى عجينة واحدة. دول بقى شوية المية اللي انا حطيتهم وما زودتش مية تاني خالص. اهو زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. بعد كده بقى هعجن فيها كويس جدا. اهم حاجة عشان خاطر العجينة بتاعت الفطير تطلع معاكي جميلة وتطلع ملمسها ناعم كده، اعجن فيها كويس جدا. انا بوريها لكم العجينة عاملة ازاي. انا عجنت فيها فترة حلوة عشان خاطر تطلع العجينة معايا ملمسها ناعم وتطلع حلوة جدا، تطلع حتى كده وانا بفرد في الفطير تطلع العجينة رقيقة كده معايا وتطلع حلو. اهو بعد كده زي ما انتوا شفتم كده حطيت عليها شوية من الزيت وابتديت ان انا اعجن فيها تاني. اهو بالطريقة دي. وبكده خلاص كده انا وقفت فيها عجن زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى اديها رشة زيت كده من فوق زي ما انتوا شايفين عشان خاطر وش العجينة ما ينشفش معايا بالطريقة دي. بعد كده بقى هغطي عليها واسيبها 10 دقايق على جنب او ربع ساعة لغاية لما العجينة ترتاح معايا تماما. بعد كده بقى انا بوريكم هنا ديت معايا قشطه بلدي زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا القشطه ليه؟ عشان خاطر نحطها على وش الفطير كده لما نيجي ندخلها الفرن. ما شاء الله بتدي طعم جميل جدا وبتدي طعم خيالي وبتدي لون حلو خالص للفطير. بعد كده بقى انا معايا كوبايتين من السمنه، زودت عليهم نص كوبايه من الزيت زي ما انتوا شايفينها بالطريقه دي. وبعد كده بقى هنزل عليهم بمعلقتين من السمنه البلدي. طبعا السمنه البلدي بتفرق جدا في طعم الفطير. يعني بصي مش قادره اقولك اكن انت عاملاه بسمنه بلدي بالظبط. اهو زي ما انتوا شايفينها بالطريقه دي سيحتها وهركنها بقى عندي على جنب. بعد ربع ساعه بالظبط بقى جيت عندي للعجينه هنا زي ما انتوا شايفينها كده. هبتدي بقى ان انا يعني جبت صينيه دهنتها زيت اهي جنبي. وبعد كده هبتدي بقى اخد العجينه كده هكورها لكور صغيره زي ما انتوا شايفينها بالطريقه دي. طبعا انا ما بعملش كور كبيرة ولا حاجة، لا هي كور صغيرة. وبعد كده برصها كده جنب بعض زي ما انتوا شايفينها كده في الصينية. اهي ما شاء الله يعني كده الكور ديت حلوة جدا ومناسبة جدا. طلعت يعني مناسبة وحلوة ان انا بفرد فيها بتطلع يعني جميلة جدا. اهي زي ما انتوا شايفينها كده بالطريقة ديت انا بكورها، وبعد كده بقى هكمل الكمية كلها معاكم وهنشوفها بعد ما نكورها. وبكده ما شاء الله خلصت بقى العجينة كده كورتها. ده انا كده يعني سبتها ارتاحت. ما شاء الله حتى الكور كده فردت في الصينية زي ما انتوا شايفينها. وبعد كده بغطيها بمفرش ولا بأي حاجة عشان خاطر وش العجينة برضو ما ينشفش معايا. وجيت هنا بقى عندي على الطبلية زي ما انتوا شايفين كده عشان خاطر نفرد مع بعض الفطير. طبعا انا خدت كورة كده من العجين زي ما انتوا شفتوها. اديت كده على الطبلية رشة من السمنة. وبعد كده بقى احط الكرة وابتدي بقى ان انا افرد فيها بالطريقة ديت زي ما انتوا شايفينها كده. بصوا بقى بيفرد معايا بكل سهولة، يعني مش قادرة اقولك بقى. فرد الفطير ده متعة.
اهو كده ما شاء الله بيتفرد معايا بكل سهولة. اهم حاجة ان انت تسيبي العجينة ان هي ترتاح. سبت العجينة ترتاح معاكي هيفرد معاكي بكل سهولة ومش هياخد منك وقت خالص. اهو تمام كده زي ما انتوا شايفين انا فردت الكرة اللي انا عملتها من العجين. وبعد كده بقى فردتها عندي على الطبلية كويس جدا، وجبت بقى اللي انا كنت عاملاه حطيتها كده في قلبها. وبعد كده بقى طبقت كده بقى عليها العجين الفطير يمين وشمال زي ما انتوا شايفينها، وبعد كده بقى بركنها عندي على جنب. اهو زي ما انتوا شايفين الفطير بيتفرد معايا بكل سهولة. اهو ما شاء الله. طبعا انا هفرد كام واحدة كده قدامكم عشان خاطر ان انتوا تشوفوها الفطير بيفرد معايا بكل سهولة. اهو زي ما قلت لكم انا باخد اللي انا ركنته على جنب، وبطبق الفطيرة من يمين وشمال زي ما انتوا شايفينها كده. وبعد كده بقى هركنها تاني على جنب. يعني انا بعمل الفطيرة حوالي بتاع 10 طبقات فوق بعض. ما شاء الله بيطلع السمك بتاعها جميل جدا، وما بتطلعش ان هي تخينة ولا رفيعة. عشان خاطر الفطير يطلع معايا طري من جوه ومقرمش كده من بره. بيطلع تحفة قوي. اهو زي ما انتوا شايفين انا بفرد بكل سهولة. يعني ما باخدش مني وقت خالص، وما تخافيش لو اتقطعت منك برضو احنا بنطبقها على بعض. وما تخافيش خالص لو اتقطعت منك، لو اول مرة بتعملي الفطير هتعمليه بالطريقة ديت هيطلع معاكي ناجح وهيطلع معاكي مظبوط جدا. طبعا انا كنت الاول ما بعرفش اعمله، بس ما شاء الله اعتمدت الطريقة ديت وبصي بقيت اعمله. بيطلع معايا جميل جدا وبيطلع معايا حلو، وما بينقطعش ولا حاجة وبيطلع مورق. يعني انتوا هتجربوا الطريقة دي هتطلع معاكم حلوة جدا. اهو انا بوريكم برضو انا بفرد الفطير ازاي معايا بيفرد بكل سهولة. وزي ما قلت لكم انا بحط واحدة في قلب واحدة زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي. ما شاء الله يعني ال2.5 كيلو من الدقيق طلعوا معايا 7 فطيرات يا بنات. يعني بصي مش قادرة اقولك جميل جدا. يعني انت طبعا لو انت بدك تشتري ال7 فطيرات دول من بره شوفي انت هتشتريهم بقد ايه. احنا ما شاء الله عملناهم ما كلفناش اي حاجة، كل حاجة موجودة في البيت. اهو زي ما انتوا شايفينه كده. بصي بقى ويعني مش قادرة اقولك بقى الطعم بتاع الفطير عامل ازاي، احلى من اللي بنشتريه من بره بكتير جدا. طبعا كفاية ان انت عاملاه بايديكي في البيت، وكفاية يعني ان كل حاجة موجودة في البيت عندك. بعد كده بقى جبت عندي صينية ونزلت فيها بمعلقتين من السمنة زي ما انتوا شايفينهم بالطريقة دي. وهاخد بقى عندي الفطير بالطريقة دي واحطه في الصينية واسيبه لغاية لما يرتاح معايا. اهم حاجة نسيبه يرتاح عشان يفرد معانا في الصينية كويس. كده ما شاء الله فردته في الصينية زي ما انتوا شايفينه بالطريقة دي كده. اهو كده تمام زي ما انتوا شايفينه انا كده فردته انفرد معايا بكل سهولة. انفرد معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفينه كده. بعد كده بقى جبت عندي القشطة زي ما انتوا شايفينها كده. وهبتدي بقى ان انا احطها على وش الفطير بالطريقة دي، هحط على كل صينية معلقتين من القشطة. وبعد كده بقى هفردها كويس جدا. وبرضو الصينية التانية احط عليها معلقتين من القشطة وهفردها عليها. وبكده بقى هبتدي ان انا ادخلها الفرن وهنشوفها وهي في الفرن مع بعض. وكده ما شاء الله دخلتها الفرن بالطريقة دي زي ما انتوا شايفينها كده. ما شاء الله الفطير الفطير منفوخ معايا كده ما شاء الله، وكان ريحته جميلة جدا زي ما انتوا شايفينه بالطريقة دي. اللهم صل على النبي. الفطير متحمر من فوق ومن تحت ومش قادرة اقولك كان مقرمش وكان عامل ازاي بالطريقة دي. وكده خلاص خلصنا احلى واجمل فطير معاكم زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده والحلاوة دي، وما خدش مننا وقت خالص وعملناه بكل سهولة وكل بساطة طبعا. ولا حطينا خميرة ولا حطينا بودر ولا حطينا اي حاجة غير اللي انا حطيته قدامكم، وطلع بالشكل والجمال ده.
بصي بقى، مش قادرة اقولك كان طعمه عامل ازاي. طعمه جميل جدا وطعمه تحفة. كفاية بقى ان انت عاملاه بايديكي في البيت، وحاجة سهلة وبسيطة وسريعة ومش هياخد منك وقت خالص. عايزة اقولك بقى، لو اول مرة بتشوفي قناتي، ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.